السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في دروس تعلم البرمجة، تعلم سكراتش بالدارجة. وفي هاد الدروس إن شاء الله من خلال هاد الدروس ديال تعلم سكراتش غادي نقومو بتعليم البرمجة باستخدام سكراتش، وغادي نكون نستخدمو اللغة الدارجة. وهاد الدروس راه غادي تكون واخا كنتي إلا كنتي أب أو باغي تعلم الابن ديالك البرمجة، أولا كنتي أستاذة باغي تعلمو التلاميذ ديالكم البرمجة، أولا كنتي مهتم بالبرمجة وباغي تعلم البرمجة، باغي تعلمها ليك نتا، فهاد الدروس راه مناسبة ليك. قبل ما نبداو في البرمجة ونبداو في سكراتش، خصنا نعرفو بعدا الأهمية ديال البرمجة. وقبل بما انك مهتم بهذا الفيديو، بما انك جي حضرت الى باغي تتبع هذه الدروس هذه، فإلا وإن عندك فكرة على البرمجة وعارف الأهمية ديالها. ولكن إلا ما كنتيش عارف، ما من الأفضل أنك تقوم بواحد البحث على شنو غادي يستافدوا الأطفال من التعلم ديال البرمجة، وشنو هي الأهمية ديال البرمجة بالنسبة لهاد الأطفال ولا لأي واحد. يعني أي واحد واخا ما كنتيش طفل يعني تقدر تتعلم البرمجة بسكراتش. بحال مثلا إلا درنا واحد البحث في محرك البحث ديال جوجل على أهمية البرمجة، غادي نلقاو مجموعة من المقالات اللي كتشرح أهمية البرمجة. وكما كتشوفوا البرمجة راه كتعلم الطفل كيفاش يفكر واحد التفكير منطقي، كيفاش أنه يرتب الأفكار ديالو، يفكر بواحد الطريقة أفضل، ماشي ما تكونش ديك العشوائية. نقصوا من العشوائية، وتكون عندنا بحال مثلا إذا كان عندنا مشكل يعرف واحد الخطوات، واحد المراحل اللي يتبع باش يلقى حل لهذوك المشكل. وتعزيز الإبداع، وبزاف بزاف من الفوائد ديال البرمجة. تعزيز الإبداع، كتساعد في التعلم ديال الرياضيات. آه، من خلالها كتقدر تنشأ قصص، ألعاب، يعني مجموعة ديال الحوايج. يعني تقدر تدخل دير بحث تقرا بزاف يعني كاين بزاف ديال المقالات اللي غادي يشرحوا أحسن مني أهمية البرمجة والفوائد ديالها. وكما قلنا خصوصا دابا حنايا في هذا العالم الرقمي دابا اللي كيتغير بواحد الشكل سريع ديما كنشوفوا تكنولوجيات جداد وحوايج جداد. يعني خصوصا دابا هذا الجيل هذا اللي كيتزاد، وخاص تكون عنده، خاصو يكون عارف البرمجة. كيتزاد في هذا الجيل، في هذا يعني لابد من البرمجة. والبرمجة راه كتجعل الحياة ديالنا أسهل، أو التكنولوجيا راه كتجعل الحياة ديالنا أسهل. والبرمجة راه كتخلي كتفتح واحد الفرص للطفل، وكتخليه أنه يبدع، عوض من أنه يبقى يتفرج في هذاك في فيديوهات اللي ما غاديش يفيدوه حتى شي حاجة. أنه يتعلم البرمجة ويقدر هو براسو يصنع واحد الرسوم متحركة، ولا يصنع واحد قصة، ولا يصنع واحد اللعبة، ولا حاجة اللي تخليه أنه يبدع. يعني دوك الأفكار اللي عنده وديك الطاقة اللي عنده يحولها يدخلها للبرمجة ويبدع فيها. آه هذه هي واحد المقدمة في على هاد الدورة وشنو غادي يكون بها. وكنشكركم على المتابعة، ونتلاقاو في الدرس الماجي إن شاء الله.